تعرض المهاجم الجزائري أمين غويري لإصابة بالغة خلال مباراة أوغندا في الجولة العاشرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بعد صدام قوي بينه وبين الحارس الأوغندي سليم ماغولا في الدقائق الأخيرة من عمر الوقت الأصلي. كشف مصدر خاص للوين وين أن إصابة أمين غويري تتمثل في خلع في الكتف الأيمن، ومن المتوقع أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوص الطبية خلال الساعات المقبلة لتحديد الطريقة المناسبة للتعافي. ونوه المصدر نفسه إلى أن احتمال خضوع اللاعب لعملية جراحية قد يكون وارداً حسب نتائج الفحوص، حيث قد يغيب اللاعب لفترة تتراوح بين أسبوعين و4 أسابيع في حالة تلقيه العلاج دون تدخل جراحي. أما في حال الجراحة فالمدة قد تطول وتفوق الشهر ونصف.